السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوة أكلنا. لو أول مرة تشوفيني يا ست الكل، أنا اسمي ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض بابا غنوج. طبعا أنا هعمله عشان خاطر صاحبتي وحبيبتي شوشو كانت دقته عندي مرة وقالت لي طعمه حلو، بتعمليه ازاي؟ قلت لها لا، أنا هعمله على القناة واتفرجي عليه، بضرب عصفورين بحجر يعني. دلوقتي بقى نشوف هنعمل ايه. عندنا دلوقتي المكونات بتاعتنا. عندي البتنجان العشق الأول والأخير، بحبه جدا يا جماعة بكل أشكاله وألوانه. هننقي بتنجانية تكون بتلمع وحلوة كده وتكون خفيفة عشان يكون فيها نسبة البذر قليلة. وعندي ليمون وفلفل أخضر مقطعه صغير وخل وطحينة. البهارات بتاعتنا مفيش بهارات كتير، هي ملح وكمون وشطة وتوم بس مش أكتر. تعالي بقى نشوف بقى، ناخد الحلويات دي ونشوف هنعمل بيها ايه. يلا بينا يلا بينا. طبعا على اعلى عين عندك على البوتاجاز وتحطي عليها البتنجان، ممكن تشويها في الفرن، بس انا من انصار الشوي فوق البوتاجاز، بيدي طعم التدخين الجميل الحلو اللي احنا بنحبه في البابا غنوج. هنسيبها بقى على النار وهنقعد نقلبها يمين شمال ورأسا على عقب لغاية لما يعني تستوي خالص. تمام. دلوقتي خلاص اهي استوت وبقى شكلها غريب زي ما انتم شايفين. هو مش غريب ولا حاجه، استوت وكرمشت وبقى شكلها يعني غريب كده. اول ما تدوسي عليها وتلاقيها ان هي خلاص بقت طريه وحلوه، تشيليها من فوق البوتاجاز. بصي بقى يا ست الكل، في ستات عسلات كده بياخدوا البتنجان بعد ما بيشوي ويحطوه في ميه، قال يعني عشان يقشروه بسرعه وعلشان خاطر لو في حاجه سودا كده ولا كده تنزل في الميه. كده غلط خالص يا جماعه. انتوا بتضيعوا طعم الشوي الجميل وطعم التدخين اللي هي خدته، وهيخلي طعمه مميز. قشريه على طول من غير ما تحطيه في ميه، او سيبيه يبرد شويه. لو ايدي كان هتلسعك ولا حاجه سيبيها تبرد وبعد كده قشريها. احنا خلاص قشرناه. في ناس بياخدوا البتنجان ويحطوه في الكبه ويضربوه وينعموه خالص. انا مش من الانصار ده خالص. انا بحب امسك الشوكه بتاعتي وههري حته وهسيب حته، تيجي واحده تخينه شويه واحده ناعمه شويه. ده اللي بيخلي الطعم بتاع البتنجان حلو. طبعا كان في حته قشره كده، هروح اشيلها كده في الخباثه زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هقلبه كويس اهو. انا طبعا يعني مش لازم يكون ناعم يا جماعه، خلوا الحاجه كده بطبيعتها بتبقى حلوه. دلوقتي بقى هنزل على البتنجان اللي عندي بالبهارات، الملح والشطه والكمون والثوم اللي انا دقيته بالهون. تمام كده تمام. وهديله تقليبه حلوه عشان ادخل كل البهارات اللي بتاعتي دي جواه كويس وامزجه كويس كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنزل عليه ان شاء الله هنزل بالفلفل الاخضر. في ناس بتشوي الفلفل الاخضر قبل ما تحطه عليه، انا بقى بحب الفلفل الاخضر يكون اخضر زي ما هو، عشان لما اجي اكل كده حته تكون طريه حته تكون بتقرمش شويه، فيبقى كده في ايه تحسي بحاجه حلوه كده في بقك لما تيجي تاكليها. هنزل عليها طبعا بالليمون زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل عليها ان شاء الله بايه انا مستنيه زيكم بالظبط يا جماعه. هنزل بالطحينه. تمام كده. نزلنا بالطحينه هديها التقليبه الحلوه الجميله بتاعتنا. طبعا انتوا طبعا اللون دلوقتي هتلاقوه غامق شويه، اللون بيفتح لما تحطي الخل. اول ما تحطي الخل هتلاقي اللون بقى فاتح معاكي، ويعني ايه يبقى بيش فاتح كده. تمام اهو. اول لما بصوا، اول ما قلبت خلاص اللون افتح زي ما انتوا شايفين كده. هقرب لكم الكاميرا دلوقتي وهتشوفوها اهو. بصوا لونه بقى فاتح وحلو ازاي. انا هزود شويه طحينه لان اللي حسيت ان القوام بتاعه خفيف شويه، فتزودي على طول شويه طحينه لغايه ما توصلي للقوام اللي انت بتحبيه. عايزاه تقيل قوي عايزاه خفيف شويه براحتك خالص. انا كده خلاص البابا غنوج بتاعي خلص، اللي انا بعمله واللي انا معتمداه دايما والكل عندي بيحبه. هقدمه تقديمه حلوه زي ما انتم شايفين كده تفتح النفس. اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا وعجبه الوصفه بتاعتي وطريقه شرحي، يا ريت يشترك عندي في القناه ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يا رب اكون خفيفه على قلبكم ويكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. وطبعا مش هفوت الوصفه اللي انا عملتها من غير ما ادوق، يعني انا ما اعملش وما ادوقش، يعني ازاي يعني؟ لازم ادوق يا جماعه. انا بحب بابا غنوج جدا بالعيش، يعني انا ممكن اكل بابا غنوج بالعيش كده بس من غير اي حاجه يعني. ما انا بقول لكم بقى، انا بحب البتنجان بكل انواعه واشكاله ووصفاته وكل حاجه. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. يا رب يكون الفيديو نال رضاكم. اسيبكم بقى مع الحلويات دي شويه. يلا سلام.